السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناة شهيواتكم. غنحضروا اليوم إن شاء الله اون تارت بكريمة الحامض، واحد الكريمة اللي كتجي لذيذة بزاف ومنعشة، وغادي نزينوا ليها الوجه ديالها بالموز. على بركة الله نقدم لكم المقادير. غادي نحتاجوا لاباط بغيزي او لاباط اتارت اللي حضرنا في الفيديو السابق اللي قدمت لكم فيه العجين المكسر الحلو والمالح. جيت هنايا الحلو بطبيعه الحال ونكهته بقشره الحامض ماشي بالفاني، كتبقى النكهه حسب الرغبه. غادي نحتاجو كذلك بالنسبه للكريمه 3 الاصفار ديال البيض، كاس ونصف من سكر سنيده، العبار خديته بكاس العنبه، 2 كيسان ديال الماء، خديت العبار ديال الماء بنفس الكاس اللي خديت به العبار ديال السكر سنيده، قشره حامضه، عصير حامضه نفس الحامضه حكيت لها القشره ديالها وعاد باش عصرتها. غادي نحتاجو كذلك 2 معالق كبار ديال الزبده و4 المعالق كبار من دقيق مايزينا او نشا. غادي نحتاجو بالنسبه للتزيين الموز مقطع هكا دوائر، خبيت عليه واحد المعلقه ديال عصير الحامض باش ما يتاكسدش ليا وما يكحلش. كذلك نقدروا ندهنوه بالناباج من الفوق بعد ما نحطوه فوق لا طارت. غادي نحطوا العجين ديالنا جانبا، كذلك الموز، وغادي نبداو في تحضير الكريمه. اول شيء غادي ناخذ كاسرول غادي ندير فيها الماء اللي هو 2 ديال الكيسان، غادي نضيف ليه السكر سنيده، وغادي نضيف كذلك نشا ومايزينا، نحرك هاد العناصر كامله مزيان حتى يذوب ليا السنيده والنشا مزيان وتبقى عندي حتى كريات هنايا. هادشي غادي نديرو خارج النار. من بعد ما حركت العناصر ديالي جيدا غادي نوضع الكاسرول فوق النار، تكون النار هادئه مع التحريك، ما نغفلش عليها من التحريك حتى يعقد ليا الخليط ديالي. هو الخليط ديالنا بعد ما غلا كتلاحظوا كيفاش ولا، ما نغفلوش عليه من التحريك باش ما يتكتلش لينا. غادي نضيفوا ليه في المرحله الثانيه نضيفوا اصفر البيض، نحاولوا نحركوا بسرعه باش ما يطيبش لينا هاد اصفر البيض مع السخونيه ديال الخليط الاول. بعد ما اندمج ليا اصفر البيض مع الخليط غادي نرجع الكاسرول ديالي فوق النار. دائما تكون النار هادئه مع التحريك المستمر، واحد 2 دقائق تقريبا بين ما طاب لينا هاد اصفر البيض، 2 ديال الدقائق الخليط ديالي كيولي على هذا الشكل. غادي نضيف ليه الزبده والخليط مازال سخون باش تذوب ليا دغيا. غادي نحرك مزيان هذا الشيء ونحاول ندوب هاد الزبده وسط الكريمه. بعد ما دابت ليا الزبده وسط الكريمه ديالي غادي نضيف عصير الحامضه، ونضيف كذلك القشره ديال الحامض، وغادي نحرك الكريمه ديالي مزيان.
الرائحه ديال هاد الكريمه كتجي رائعه بزاف. يمكن نستعملوها كذلك كحشو للطورطات، كتجي لذيذه بزاف. غادي ناخذ العجين ديالي وغادي نصب فيه الكريمه. نحاول نقاد الوجه بهذا الشكل. بعد ما وزعت الكريمه على الوجه كما كتلاحظوا، غادي نزين الوجه بدوائر الموز. كيبقى تزيين اختياري. لما انتهيت من وضع الموز فوق لاطاغ ديالي كتجي على هذا الشكل كما كتلاحظوا. يمكن لي ندوب بشويه ديال الناباج وندهن به الوجه ديال لاطاغ ديالي. غادي نخلي لاطاغ ديالي تبرد هنايا فوق مكان العمل. عاد من بعد غادي نغطيها وندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان. كتبغي تقدم بها. هذا هو الشكل النهائي لوصفه اليوم، طاغط بكريمه الحامض اللذيذه والموز. هاد الكريمه كتجي رائعه بزاف ومنعشه كيف ما قلت لكم، وكتصلح كذلك لحشو التورتات. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تقدموا هاد الوصفه بارده مزيان. خاص لاطاغ ديالنا نديروها في الثلاجه على الاقل واحد 3 ساعات او 4 ساعات عاد باش نقدموها، باش كتجي لذيذه بزاف. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتشتركوا بالقناه ديالي باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. وكذلك تابعوني على موقعي www.shiwatcom.com وكذلك على صفحتي على الفيسبوك شهيواتكم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مع وصفة قادمة بحول الله.